يسعد مساكم جميعا. شكرا لكل حد سأل واطمن، لكل حد بدعي. الله يبعد عنكم كل شر وكل مكروه. شكرا لكل دعواتكم يا جماعة. الوضع فعليا بنقضي يومنا بس نحاول ندبر مي. هي أصلا مية بس اللي هي نغسل فيها الحياة اليومية، ونحاول نشحن جوالاتنا، ونحاول على طوابير الخبز. هذه فعليا الحياة اليومية للمواطن الغزاوي. الناس تحكي طب انت ليش ما بتصور، ليش ما بتلهداك، ليش بتختفي؟ يا جماعه فعليا ما في نت، يعني النت هذا يمكن انا لمحته لمح اليوم. غير هيك يعني في المكان الوحيد ممكن تصور منه حاليا هو مستشفى الشفاء، والحمد لله يعني اخواننا الصحفيين مش مقصرين، يعني وصلوا لكم الصوره وزياده، ضل انه في حد يتحرك يعني. أهلنا اللي من الشمال ومن غزة اللي أجوا على مناطق الجنوب وضعهم جدا مأساوي يا جماعة. المدارس فيها تقريبا كل الصف الواحد فيه يمكن 15 عيلة. موضوع أنت تخيل معاي مدرسة ضخمة كل صف فيه يمكن 15 عيلة، ما حدش بيعرف الثاني، فيهم يكون هذول 20 حمام. تخيل إنه في نسوان، في مرضى، في حوامل، في إشي. فأنت تخيل أصلا الموضوع فعليا. في الحروب الماضية زمان كان في شوية تنظيم من وكالة الغوث. لقيتها فعليا ما في تنظيم، ما في إشي، ما في حاجة، ما في أكل، ما في شرب. الوضع جد مأساوي. في ناس تقول لي أنت بس تيجي بتطلع بتحكي يا جماعة هذا الوضع، يعني هذا الواقع وهذا اللي بيصير. يعني أنا من واجبي أنقل شو اللي بيصير، لعل وعسى حد يسمع أو يشوف يعني. بس نقضي يومنا ندعي إنه ربنا يجملها بالستر ويحفظنا ويحفظ أهلنا، لأنه فعليا كل ثانية أنت أو كل شوي بتسمع عيلة راحت، بيت انهد على أهله. فأنت فعليا ناس عايش في رعب ومش ضامن حالك تعيش لك كمان دقيقة قدام. ربنا يحفظنا ويرحمنا، وحسبي الله ونعم الوكيل. طبعا الحمد لله الواحد متوكل على ربنا وواثق بربنا، واللي من ربنا يمحلاه، والحمد لله على كل إشي. اللي بحكي مش من باب إني أنا فاقد الأمل أو بدي أكئبك أو بدي شيء، اللي بحكي أنا من باب أنا أوصل لك معاناة الناس والواقع اللي احنا بنعيشه فعليا. الله يكون بعون كل الناس، وإن شاء الله ربنا هيك يفرجها من عنده، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي كم واحد مستفز بحط صورتي آخر إشي وبكون حط تحت كلام صغير. يعني أنا فعليا صرت لما أفتح أشك حالي إن أنا استشهدت يعني. فيا جماعة رجاء يعني بكفي وساخة، خاصة اللي على السناب بعد بحط صورتي آخر إشي وبحط في الآخر كلمتين هيك وشوية دموع. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله أمسكك بإذن الله. هاي المية كلها خلصت. جارنا الله يرضى عليه عنده بير، فأنا الكهرباء بتيجي في اليوم ساعة بس فقط. في الساعة بنجيب موتور بسحب مية من البير خلال البربيش هذا عشان نعبيه. طبعا أخونا عمر بتشعبط لنا. طبعا أخونا عمر أحد اللاجئين عندنا في البيت. كان مهندس سابقا، الآن يعني قلت بما إنه لاجئ عندنا فقاعد بيشتغل بلقمة عيشه بعبي المي. طبعا هذا المي برعبيناه خلص، لأنه البيت فيه 30,000 واحد. روح أخوي عبد الله الآن يقوم بتسليمه. يلا شباب. ايش هدول يما؟ هذول من جيراننا دار اللوح. استشهدت عروسة كانت عاملاها لعرسها، أختها استشهدت ونسوان أخوتها، فطلعتهم رحمة عن روحهم بعد ما استشهدوا. يعني هذول كانوا المفروض يكون لعرسها، لقيت صاروا عن روح خواتها. الله يرحمها يا رب ويتقبلها. طبعا جارتنا أهلها امبارح أهلها راحوا بالقصف، الله يرحمهم يا رب.